مساء الخير، وديما نجيب معايا جديد. اليوم جيتكم بوصفة بنينة. اليوم راح ندير الحوت. هذا الحوتة كبيرة اللي هو سمك البونيتو. هنا صورت لكم يعني خفيف خفيف. راح نوريكم كفكرة برك يعني كيف ديروا الحوت. هنا شوفوا الحوتة انا كنت طبعا غسلتها ونقيتها مليح. وهنا راح ندير لي زيبيس تاعي. درت فلفل كحل. لازم الكمون يكون في الحوت. انا هذاك لي بيس تاع يعني سبيسيال الحوت. ونزيد له شويه تاع الجامبو، ماشي شويه، انا هنا درت حبه تاع الجامبو. ونزيد لها الملح وفصوص تاع الثوم. وراح نزيد معاهم انا هنا درت معدنوس والدبشه، درتهم في زوز هكذا باش يعطيني بنه مليحه. زدت زوج مغارف تاع الخل. وزدت معاهم مغرف صغيره تاع المطارد. انا المطارد يسهل لي يعني الطياب تاع الحوت. وزدت معاهم مغرف صغيره تاع الهريسه، يعني اللي ما يحبش الحار يقدر يستبدل الهريسه بالطماطم. وزدت لهم حبه تاع قارص، انا عصرتها كامل، درت هذا النص وزدت يعني النص الاخر. وهنا الحوتة تاعي انا مانيش راح نديرها كومبلي، يعني انا هنا قصيتها دي طرونش. وراح نخلط هذا لا ماريناد مليح. وراح نحط لي طرونش تاع الحوت هنا في هذا لا ماريناد باه يشرب بنة لي زيبيس والخل. هنا لازم نتأكد من الحوت انه يعني دخلتها كامل في الماريناد باه ما تجيش صامتة. انا بعد ما كملت لي طرونش كامل خليتهم واحد الساعة، يعني كيما قلت لكم باش يتشرب البناء مليح. انا مانيش راح نديرو في الفور صراحة، انا في الفور ما يعجبنيش، راح نقليه. يعني في الفور مهما يطيب تحسيها يعني ما دخلهاش طياب من داخل، تجي صامتة. انا هنا درت لهم شوية تاع الزيت وبديت نقلي فيهم. هو يعني مع لا ماريناد والخل راح يطيب ليه يعني في 20 دقيقة تقريبا. خليه حتى يدي تحميرة كيما راكم تشوفوا. انا درت معاه روز، يعني نعرف الحوت يجي معاه الروز. بعد ما قليتهم ديريكت حطيتهم في الكاسرونة فوق الروز هكذا باش لاصوص تاع الحوت يعني البنة اللي فيه تهبط ويتشربها الروز. هذه كانت فكرتي لنهار اليوم. جاو يعني بنان صراحة. كما قلت لكم هذه فكرتي نهار اليوم. ان شاء الله تعجبكم ونقول لكم الى اللقاء.